تقريبا يعني عرضوا الموضوع بشكل يعني مش محتاج ان انا اتكلم يعني، بس انا جاي اتكلم في نقطه ثانيه وفي نقطه مهمه قبل ما انسى بالنسبه لموضوع الورث ده. ان احنا في الارياف اللي هو مثلا اللي هو الموضوع ان انت بتراضي حد، مين اللي بيعمل كده؟ بتبقى الزوجه، بتبقى الام، يعني برضه بيكونوا مثال. يعني مش الظلم كله واقع على الراجل، برضه احيانا اللي بيرفض موضوع الورث ده بتكون المراه. احيانا بيكون الام مثلا بترفض الموضوع، يعني تبقى هي اللي ورا الراجل في ان هو يعمل كده، فبرضه عشان ما نجيبش الظلم كله على الراجل. انا عايز اتكلم في نقطه كده مهمه. انا مش ضد عمل المراه، يعني انا كمحمود مش ضد عمل المراه، بس مش بديلها الاولويه في الشغل. يعني لو جينا حطينا الراجل والمراه، احنا ندي اولويه للراجل. تعالى كده بحسبه بسيطه خالص. لو احنا ادينا اولويه، انا باكد كلامي تاني، انا مش ضد عمل المراه، لكن ده اولويه. لو احنا المراه، تعالى نفترض افتراض ان المراه قعدت في البيت، ايه اللي هينتج عن الموضوع ده؟ عد معايا كده. اول حاجه، انا قضيت على البطاله لان الشباب كلها هتشتغل. تاني حاجه اسمعوني، قضيت على زحمه وسائل المواصلات، ازمه المواصلات انا قضيت عليها. ثالث حاجه، انا قضيت على التحرش. رابع حاجه، انا طلعت جيل واعي ومثقف. معلش يعني لما الست تقعد في البيت وتربي اولادها، ما هو برضه الابن ده هيطلع ايه؟ ما هو كده اديته اهتمام، فجي برضه الفايده دي. وانا برضه انا عايز اتكلم، هي الست او المراه اكتر حد بتحبه في الدنيا مين؟ ما هو ابنها، اللي عايزاه احسن منه هو ابنها، فانت دورك ده برضه بيرجع ليك انت في ابنك. طبعا انا بقول بالنسبه لتعليم المراه برضه انا مش ضد تعليم المراه اطلاقا، لا، المراه المثقفه، طب ما هو ده هيرجع بالفايده. يعني اللي بتربي الابن او العيل، ما هي المراه المثقفه المتعلمه اللي بتربي الطفل ده، ما هو افضل من المراه الجاهله. صح ولا انا غلطان؟ صح كده؟ طيب مساله بقى شغل عمل المراه، طب ما انا برضو في وظائف انا بفضل فيها ان المراه هي اللي تشتغل، زي مثلا وظيفه طبيب نساء وتوليد. انا بفضل جدا ان المراه تكون هي اللي تشتغل الوظيفه دي. برضو مثلا زي مساله ان الظروف حكمت ان المراه تشتغل، يعني حد بيعول اسره، هي الظروف المعيشه حكمت عليه ان المراه تشتغل. في برضه بعض الوظائف زي مثلا الوظيفه اللي احنا قلنا عليها بيفضل فيها المراه. فاحنا بنقول التعليم اساسي. انا ما عنديش مشاكل في موضوع تعليم المراه طبعا ده جزء اساسي. موضوع عمل المراه احنا ما نديش فيه اولويه للمراه، ندي اولويه الاول للشباب العرب. ندي اولويه الاول للشباب، بعد في حاله ان تساوت كل حاجه بين الرجل والمراه، لا انا هختار الرجل طبعا. وده طبعا انا مش تعنت مني، والله ما تعنت مني، ولا اقصد ان المراه تقعد في البيت ولا الكلام ده. انا طبعا ضد، بس يعني هو الدين الاسلامي عندنا هو منح المراه كل حقوقها، يعني احنا التزامنا الاول والاخير بالدين الاسلامي، لكن انا شايف دي الفوائد اللي هي هتعود علينا لو احنا ادينا اولويه لان انا حاسس ان المراه بتحارب ان هي عايزه تشتغل. طب معلش بقى، يعني ادخلوا انتوا الجيش وتعالوا تكونوا نفسكم وتعالوا تقدموا لنا. طب ما احنا معلش يعني برضه، طب ما الراجل عليه ضغط كبير. لو المراه قدرتها تقدر تعمل الكلام ده، ودول لك برضه كمان لسه كان في دكتور كانت بتقول ان هو ما بيصرفش، يعني مين اللي بيصرف؟ يعني ازاي يصرف عليها برضه؟ مين اللي بيصرف؟ وبعدين انت بتكبره ده مين؟ ما هو ابنك او الزوج او الوالد. طب الفكره وصلت ولا ما وصلتش؟ وصلت.